يمكن احنا تصورنا عن الماضي دايما انه افضل او اوحش، يعني في المطلق. يعني في ناس ممكن تقول لك يا عم زمان ايه ده، الناس بتوع زمان دول كانوا كذا، وحد يقول لك يا ريتنا نرجع زي زمان تاني وفي احلى من ايام زمان. لكن بين الاتنين دول في حد فاصل، في حقائق، في حاجات كانت بتحصل في المجتمع بتحصل النهارده. يعني لما ترجع تقرا في مذكرات الناس في العصر ده هتشوف احداث بتحصل النهارده بالملي، بتتعاد بالكربون، حاجه مذهله. هتقدر تفهم احنا سيكولوجيتنا كانت عامله ازاي. وفكره السيكولوجيه برضو، يعني وانا بحضر الحلقه او بكتب حلقه ببقى مهتم اعرف الظروف المحيطه بالبشر اللي عملوا الظرف ده كانت ايه. يعني احنا بنتكلم في وقت كانت مصر محتله فيه، كانت الناس بتعاني من فقر شديد جدا، بطاله وانهيار، ويعني المجتمع ما كانش سوي، ما كانش سليم. يعني ما اقدرش اجي النهارده اقول والله اصل الناس زمان كان حياتهم مرتاحه. مرتاحه ازاي يا جماعه؟ مرتاحه ازاي؟ يعني احنا بنتكلم النهارده احنا بلد مستقر، احنا زمان كنا محتلين. فاللي كان عنده نوع من الذوق العام، يعني كان في ذوق عام، مش بقى بقول ان الناس كانوا متحضرين، لا، معظم الشعب كان تحت خط الفقر وكان فيهم عندهم مشاكل كتير جدا في شكل اللبس وفي حاجات كتير. لكن هل بقى الشكل ده كان مؤثر على سلوكهم؟ باللي انا بقراه وبشوفه بالنسبه اللي احنا عايشين فيه، لا، كان في الى حد كبير رقي، في مراعاه لاصول كتير، يعني في مراعاه، في طبعا ناس منفلته كتير جدا، وفي بلاوي زرقاء حصلت. يمكن ده احكي عنه حتى في الحلقه الجايه بتاعه توجو مزراحي وفيلم الهويه اللي اتغير اسمه في بعدها ب4 سنين يعني.